السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولاء شريف ودي قناتي طلسم. أتمنى طبعا أن انتم تكونوا معايا مستمتعين كل مرة بالحلقات اللي بنزلها عندي على القناة. أتمنى أن انتم تفضلوا معايا للآخر وما تروحوش في أي حتة علشان نستمتع مع بعض بالقصص اللي أنا بنزلها. ياريت لو القناة عجبتكم والمحتوى عجبكم ما تنسوش الدعم للقناة بلايك وكومنت وشير لكل أحبابكم وأصحابكم. أما إذا في حاجة مش عاجباكم فما فيش مانع ان انتم تحطوا ديسلايك وكمان تسيبوا كومنت وتقولوا فيها عملتوا ديسلايك ليه. لو انتوا أول مرة تشوفوا القناة فما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل ما هو جديد. أما دلوقتي بقى مستعدين نسمع مع بعض حلقة النهاردة؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. بس وحياة النبي كده وانت داخل ادخل برجلك اليمين. ايه بقى رأيك؟ دي بقى الشقة اللي قلتلك عليها. ما شاء الله. عايزك بقى كده تتمشى فيها، شوف الصالة والأوض والحمام والمطبخ. الشقة دي مش هتلاقي زيها. ده كان الحوار اللي داير بيني وبين السمسار اللي طلبت منه ان استأجر شقة، وقال لي عنده شقة جميلة جدا وانها شقة سعرها كويس، والحلو كمان في الامر انها قريبة جدا من المعهد بتاعي اللي هدرس فيه. الشقة كانت في مدينة المطرية بمحافظة القاهرة، حي قاسم باشا. كان رقم العمارة، ولا بلاش اقول لكم، العمارة كانت من 10 طوابق، كل طابق فيه شقتين. كانت الشقة اللي اخبرني عنها كانت في الدور الخامس. كانت شقة عادية، غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. ما كنتش أفهم في المساحة كويس. السمسار قال لي إن مساحتها تقريبا 200 متر. أنا كمان بصراحة مش عارف، أنا دخلت المعهد ده أنا ما بفهمش أساسا في الرياضة، وحاسس إنها كلها شعوذة وكلام سحر. المهم، أساس الشقة كان عادي جدا، بس كان عليه تراب كتير جدا، وإن دل فهيدل على إن الشقة دي بقالها فترة كبيرة جدا محدش سكن فيها. هنا لقيت السمسار بيسألني: ألا أنت قلت لي بتدرس فين يا باشا؟ في معهد المساحة. وأنت هتقعد هنا بقى لوحدك؟ لا، هيبقى معايا طالب، بس عشان أنا لسه جديد هنا زي ما أنت عارف، ولسه مش عارف حد. أكيد لما هصاحب حد يعني هشوف. على العموم احنا كلها 3 أيام ونازلين الدراسة، إن شاء الله هتبقى يوم الحد الجاي. تمام ماشي. نتفق بقى على الإيجار والتأمين. أنا هاخد منك إيجار 2000 جنيه وزيهم تأمين، إيه رأيك؟ طيب، عشان خاطري يعني يبقى الإيجار حتى 1500 جنيه. أنا لسه جديد هنا، وأنا اللي هدفع الإيجار لوحدي والتأمين، ولسه مصاريفي ومصاريف المعهد. والله يا أستاذ صاحب الشقة هو اللي قال لي كده، وأنا كنت عايز أخدمك بس صاحب الشقة بقى يا عم راجل صعب. بيني وبينكم أنا كنت متضايق. بصيت على الشقة، بصراحة الشقة حلوة وسعرها كويس جدا، بس أنا هجيب منين تأمين ومصاريف وإيجار للشقة كل شهر؟ أنا والدي راجل فلاح بسيط. طلبت منه إن أسيب الدراسة وأساعده في الأرض، لكنه رفض وأصر إن أكمل تعليم. طلبت منه إن أدور كمان على مهنة، لكن برضه رفض. فضلت أفكر، طب هعمل إيه وأقول إيه؟ قطع تفكيري صوت السمسار وهو بيقول لي: أنا على العموم هكلمه في التليفون وعلى الله يوافق، استنى كده لما أشوف. خرج التليفون من جيبه وطلب الرقم. لحظات ولقيت الراجل رد عليه وقعد ياخد ويدي معاه في الكلام، والحمد لله اتفق معاه على السعر. أنا ما كانش عندي ظن أبدا إنه يوافق. بصراحة الشقة حلوة وعجباني.
لكن الحمد لله وافق على السعر. لقيت السمسار بيقول لي: ايه يا استاذ، ما تنساش حلاوتي بقى. انا عيني ليك حبيبي، تسلم. الا انت قلت لي انت منين؟ انا من المنصورة. احسن ناس والله، ربنا يخليك يسلم اصلك. يلا بقى هات صورة بطاقتك وتعالى عشان نكتب العقد. انتهينا من العقد واداني السمسار رقم التليفون. انا يعني لو احتجته في شيء او لحاجة مش مشكلة، بس النصاب خد مني 1000 جنيه سمسارة. بس انا بيني وبينكم بقى طلعت انصح منه، اديته 700 بس. حسيت اني طبعا بيسبني في سره وبيشتمني بأقذر الشتايم، لكن مش مشكلة. المهم ان انا خدت الشقة. خبرت البواب انه هياخد مني الايجار كل شهر. الشقة عايزة نظافة كتير. قلت لنفسي 3 ساعات، 3 ساعات وهنهيها والنظافة بتاعتها هتكون فل. فضلت عمالة انضف فيها لحد ما تعبت. وبعد كده سمعت صوت جاي من أوضة من الأوض. الصوت كأن في حد بيتكلم، لكن الصوت مش باين أوي، مش واضح. دخلت الأوضة اللي سمعت منها الصوت، ولما دخلت ما لقيتش حاجة. حطيت الشنطة بتاعت هدومي على السرير وفضلت أرتب فيها في قلب الدولاب. بعد ما انتهيت منها حسيت إن أنا جعان. رن عليا التليفون، قفلته اللحظات. كانت أمي هي اللي بتتصل وكانت عاوزة تطمن عليا وهل أنا لقيت شقة ولا لأ. وطمنتها وعرفتها إني لقيت شقة كويسة سعرها مناسب. سألتني على حالي، قلت لها إن أنا كويس. سألت على أبويا وعلى مرضه، وهو كان فعلا عايز يجي معايا بس أنا اللي رفضت على ما الاقي يعني شقة وكده. أصل أنا والدي مريض. أمي كانت خايفة لأن ده كان أول مرة أنزل فيها للقاهرة. عمي محمود بينه وبين أبويا مشاكل عشان حتة أرض، وأمي ملهاش إخوات، عشان كده ما بيلاقوش حد يبقى مرافق ليهم. سألتها عن أختي سارة اللي عندها 10 سنين، اللي كانت عايزاني ممشيش واسيبها. أمي لقيتها بتسألني عن إيجار الشقة والتأمين، والشقة يا ترى حالها إيه. كانت خايفة من إن يكون السمسار ضحك عليا. بس على مين؟ ده أنا طلعت أنصح منه. وطمنتني طبعا على بابا وكله، وقعدت تقولي إن أنا حافظ على مالي وما أصرفش إلا بحساب، حاجات يعني من كده، وإن أنا أنام بدري وما أسهرش ساعات طويلة، وإن أنا أتقل على نفسي بالليل وأنا نايم. قعدنا نتكلم مع بعض مدة كبيرة جدا. أمي بقى طبعا مفيش أحن من قلب الأم. بعد كده اتكلمت مع بابا ومع أختي وخالتي وعمتي وجيراني. أظن إن أنا بقيت رئيس وزارة ولا رئيس الجمهورية مجرد ما جيت القاهرة. المهم بعد ما خلصت المكالمة خدت بعضي ونزلت على السوبر ماركت. السوبر ماركت كان قريب من عمارة. اشتريت منها عيش وجبنة وشيبسي. وانا طالع لقيت البواب قاعد، اتكلمت معاه على ان هو اللي هياخد مني ايجار الشهر. كان راجل قصير كده اسود، حالق اللحية وسايب شنبه الكبير قوي ده، وحاطط كده شال على راسه. كان بيبصلي بشك، بس انا ما كانش عندي اي فكرة هو ليه بيبصلي البصة دي. سألته عن صاحب الشقة، قال لي ان هو ساكن هنا في المرج. طلعت الشقة والبواب كان برضه مازال بيبصلي بتبريئة وبشك. وقفت عند الأسانسير انتظره عشان ينزل. لقيت واحد عجوز كان طالع على السلم بيقول لي إن الأسانسير عطلان. طلعت وراه على السلم، سألني وهو طالع: انت جديد هنا يا ابني؟ أيوة يا حاج. اهلا بيك. انا ساكن هنا بقالي 5 سنين في الدور التالت. انت ساكن بقى في انهي دور؟ لان الدور الخامس والثامن والتاسع محدش ساكن فيهم. أنا ساكن في الدور الخامس. وقف عند الأسانسير وبصلي وسألني: الشقة اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ اللي على الشمال. الراجل هنا برق لي بعينيه قوي وبنظرة غريبة، وكمل طلوع على السلم وسألني: انت قاعد هنا يا ابني لوحدك؟ أيوة يا حاج. انت طالب؟ أيوة.
طب فين صحابك؟ لسه مش عارف حد هنا. طيب. كنا وصلنا عند الدور التالت ولقيته بيقول لي: لو احتجت حاجة تعالى خبط عليا، أنا عمك مرقص. أنت اسمك إيه؟ اسمع أحمد. أهلا يا أحمد. زي ما قلت لك، لو احتجت حاجة يا ابني تعالى، أنا ساكن لوحدي، مراتي ميتة من سنة. الله يرحمه. اتفضل يا ابني. شكرا لحضرتك. بعد كده طلعت وانا بفتح باب الشقة اتفاجئت. اتصدمت بعيني وقعت على قطة سودا. القطة كانت بتبصلي قوي وبعد كده طلعت تجري. رجعت لورا عشان اسيبها مكان تعدي منه من جنبي. باب الشقة انا لسه فاتحه وقافله وانا نازل. القطة ديت جت منين؟ انا قافل الباب وقافل الشبابيك، حتى التهوية بتاعت المطبخ مقفولة، وانا في الدور الخامس، يعني اكيد مش هتدخل من الدور الخامس كمان. انا متأكد ان انا قافل الشبابيك، وزيادة عن التأكيد دخلت اشوف الشبابيك مقفولة زي ما هي ولا لا. لكن انا بعد كده ما شغلتش دماغي، اصلا انا كنت جعان. حضرت طبقين من المطبخ وفضيت فيهم الجبنة والشيبسي وفضلت اكل. مسكت التليفون وفتحت الفيسبوك وفضلت اقلب فيه وانا قاعد بتصفح كل المواقع كالعادة، يعني كنت باكل. بعد كده لما خلصت الاكل شلت الاطباق وغسلتها ودخلت عشان انام. ما صدقت ان انا حطيت جسمي على السرير، لان بصراحة انا كنت تعبان جدا من الطريق والتنظيف، وطبعا قعدت اكلم اهلي شوية قبل النوم، وبرضه فتحت الفيسبوك شوية وفضلت اتصفح فيه لحد ما يجيلي النوم. مش عارف امتى انا عينيا غفلت، لكني قمت على صوت مش عارف احدد الصوت ده. فتحت عيني كان فيه هناك صوت كأن اشخاص بيتكلموا. الصوت جاي من الغرفة التانية. اتحركت ناحية الصوت ولما بقرب كان الصوت بيفضل واضح. قربت من الباب وسمعت الصوت أوضح. كان في صوت بكاء أطفال، وكان في ست كانت بتبكي وبتقول ليهم: ما تخافوش، ما تخافوش. اتمسمرت مكاني مش عارف أعمل إيه، وما زال الأطفال بيعيطوا. سمعت صوت طفلة كانت بتقول: ماما أنا خايفة يا ماما. إيه ده؟ أنا في حلم ولا إيه؟ هو أنا لسه نايم؟ الست دي كانت بتبكي وتقول: ما تخافيش يا حبيبتي أنا جنبك. بلعت ريقي وجمعت كده الحروف بصعوبة وناديت: مين؟ مين؟ اتوقف الصوت، وقربت من الباب ومسكت المقبض وفتحت الباب فجأة. الأوضة كانت مظلمة، لكن كان في نور بيتسلل في الصالة. لما فتحت الباب لقيت الأوضة فاضية وما فيهاش أي حاجة. ضغطت على المفتاح بتاع النور، الأوضة كمان ما كانش فيها أي حاجة. أنا قلت أكيد دي هلاوس أو تخيل عليا الأمر، ولأن أنا كمان أول مرة أنام في بيت غريب ولوحدي، قعدت في الصالة وسبت باب الغرفة مفتوح، لأن النوم خلاص طار من عيني. هأظن إن أنا محتاجة أدخل الحمام دلوقتي. دخلت الحمام وكان فيه هناك ريحة وحشة جدا. بالطبع أنا في الحمام أكيد الريحة سيئة، لكن الريحة اللي أنا شميتها مش عارف لها وصف. ريحة كده زي ريحة حاجة ميتة من مدة ومعفنة، ريحة خانقة كده. كنت شميتها وأنا بنضف الشقة برضه. وقفت قدام الحوض عشان أغسل إيدي، ورفعت عيني للمراية المتعلقة على الحوض عشان أبص من المراية، شفت حد كان واقف ورايا وبيبصلي. كانت ست لابسة فستان أبيض ووشها أبيض زي التلج، ده يمكن كمان أشد من لون التلج، وعينيها سودة وشعرها أسود ونازل على خدها الشمال. كانت بتبكي دم، أيوة دم. كان هناك جرح كبير في الرقبة. كانت بتبصلي. اتجمدت مكاني، ما قدرتش أعمل أي حاجة. كانت بتبص ليا بصة وكأنها بتقولي إن أنا بستغيث بيك. اتضيرت للخلف كده ببطء وما لقيتش حاجة طبعا. بصيت مرة تانية في المراية برضو ما لقيتش حاجة. ايه اللي بيحصل ده؟ أكيد الشقة دي مسكونة. أنا مش عارف ايه اللي بيحصل.
خرجت من الحمام وأنا بردد آية الكرسي وبقرأ المعوذتين. مفيش قدامي غير إن أنا أبقى في الشقة دي لحد الصبح، وبعد كده أخد الفلوس اللي دفعتها فيها وأمشي من هنا. أنا هتكلم مع السمسار بكرة وهمشي من هنا، لازم أمشي. بعد ما النوم غادر طبعا من عيني ما قدرتش أعمل حاجة. كل اللي عملته إن أنا قعدت في الصالة على الأرض، سندت راسي على الجدار خلفي. كنت بترعش كأن التلج نزل على جسمي. كل شوية أبص على الساعة عشان تعدي. قفلت عيني، بس أنا ما كنتش عايزة أنام. ما كنتش عاوزة أنام، بس كنت عايزة أقفل عيني عشان ما أشوفش حاجة. خايفة أفتح عيني ألاقيها قدامي. ما كنتش مبطل تفكير. التليفون بتاعي، التليفون فين أشغل عليه قرآن؟ القرآن هو أحسن حل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فجأة حصل ضلمة في الشقة كلها، النور قطع، وفجأة همس صوت ما كنتش عارف هو جاي منين، وكأنه جاي من كل حتة. حد قرب مني وهمس في ودني وقال الحقني. الصوت كان زي فحيح التعابين، كان جاي من صوت واحدة ست، كأنه خارج من أعماق الجحيم. راسي فضلت ثابتة متتحركش. قفلت عينيا ومش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. حاسس ان انا كان هيغمى عليا. راسي بتلف بيا. كنت نايم في ارض الصالة وراسي كانت بتوجعني كتير. للحظات حسيت ان انا مش عارف انا فين او ايه اللي بيحصل لي. قمت من على الارض وانا جسمي عمال يتطوح شمال ويمين، وكل سنت في جسمي بيتعبني. افتكرت انا اغمى عليا برضو امبارح. بصيت حواليا ما لقيتش حاجه، مفيش ولا صوت ولا في اشباح. لكن انا مش هقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده ولا ساعه. التليفون بتاعي فين؟ فضلت ادور على التليفون، لقيته على السرير. رحت على الحمام وانا عماله اتطوح. بعد كده غسلت وشي وملكت نفسي كده واستجمعت قوتي، وما كنتش عايزه ابص في المرايه عشان ما اشوفش الست دي تاني. وخرجت على اوضه النوم، مسكت التليفون وانا قاعد على السرير واتصلت بالسمسار. وانا قاعد على السرير مستني السمسار يرد، باب الاوضه كان مفتوح، وقدام الاوضه اللي كان فيها الصوت بتاع الست دي قاعد، فجاه لقيت في حد بيعدي من قدامي، بيعدي على الصاله ورايح على الحمام. لقيت الست اللي انا شفتها امبارح في الحمام طالعه من الصاله داخله الحمام. وقفت مكاني تاني وقلبي كان خلاص تقريبا كده هيقف. لحظه وخرجت للصاله ولقيتها اختفت. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ بسرعه مسكت التليفون وخرجت رقم السمسار تاني واتصلت عليه، وفضلت مستني انه يرد عليا. لكن الرقم اللي طلبته كان غير صحيح. عشان اتاكد من اللي بسمعه عملت اعاده للمحاولة مرة واتنين وتلاتة، نفس الكلام، الرقم غير صحيح. طب اعمل ايه؟ البواب. لبست هدومه ونزلت للبواب. كنت نازل وانا مرعوب، وبعدين ببص ما لقيتش البواب في مكانه زي ما كان موجود امبارح. اكيد قاعد تحت في الاوضه بتاعته. وانا واقف بفكر بيني وبين نفسي افتكرت ان امبارح السمسار قال لي ان اسمه عم سيد. فضلت انده عليه، عم سيد، عم سيد، يا عم سيد. ايوه مين؟ خرج من اوضته، بصلي بصه زي ما يكون بيسأل نفسه انا جايله ليه او عايز منه ايه. وبعدين انا اللي كنت عايز اسأله، انت ليه كنت بتبصلي امبارح بصة الشك دي؟ او انت عارف ايه بس مش عايز تقولهولي؟ لقيته بيقول لي اتفضل يا استاذ. شكرا يا عم سيد، كنت عايز رقم السمسار. والله يا استاذ مش معاي. ازاي مش معاي؟ اصل هو جه من طرف صاحب الشقة، يعني ماليش دعوة بيه، صاحب الشقة هو اللي جايبه، وأنا ما كنتش شايف إن فيه داعي أخد منيه الرقم. طب أنا عايز رقم صاحب الشقة. والله يا أستاذ هو محرج علي ما ادهوش لحد واصل. إزاي يعني؟ أنا مستأجر منه الشقة،
يعني لو عايز حاجة أو في أي حاجة تخص الشقة أكلم مين؟ لو عايز حاجة قول لي وأنا هكلمه. أنا عايزة أسيب الشقة. ليه يا أستاذ؟ الشقة فيها حاجة؟ الشقة مش عاجباك يعني ولا حاجة؟ ده حتى أحسن شقة في العمارة عندنا. الشقة دي مسكونة. مسكونة إيه يا أستاذ؟ إيه الكلام ده؟ تلاقيك بيتهيألك عادي يعني، لما بيكون الواحد مغير نومته بيتهيأله كده شوية حاجات. بقولك يا راجل، انت عارف ان الشقة دي مسكونة. انت راجل كذاب. الله يسامحك يا أستاذ، تشتم راجل قد أبوك. اسمع يا عم انت، أنا عايز رقم صاحب الشقة ودلوقتي. يا أستاذ والله هو جاي لي مديه لحد واصل، حتى لو كنت انت. لو انت رنيت عليه ما هوش هيرد عليك. طب رن عليه انت برضك يا أستاذ، منبه علي ما رنش عليه. هو اللي هيرن علي آخر الشهر لما يكون عايز الإيجار. بقولك ايه، الواضح كده ان انت كذاب ومخادع. على فكرة انت كذاب يا راجل، انت بتحور عليا. بعد كده شديت معاه في الكلام واتدخل ما بيننا ناس، ولقيت الناس بدأت تقول عيب يا ابني، ده راجل قد ابوك. ايه يا اختي التربية بتاعت اليومين دول؟ ده باين عليه شاب قليل الأدب بيشتم راجل قد ابوه. المهم انتهت بقى المهزلة لحد كده من غير ما اخد ولا حق ولا باطل. طلعت الشقة تاني وانا بفكر اعمل ايه، اسيب الشقة وامشي وما اخدش الفلوس اللي دفعتها، ولا اروح للحكومة واشتكي. لكن هقول لهم ايه؟ هقول لهم عايزة اسيب الشقة عشان بشوف فيها اشباح؟ طب وعقد الايجار اللي انا مضيته بشهرين ده؟ على العموم لما اشوف، يمكن لو ساكن معايا طالب ولا حاجة ينتهي الامر اللي انا فيه ده. بعد ما وصلت عند الدور التالت افتكرت الراجل العجوز عم مرقص لما كان واقف على السلم وبيبصلي بص غريب. اكيد الراجل ده عارف حاجة، اكيد بصته ليا دي كان وراها معاني كتير. وقفت قدام الشقة بتاعته ودوست على الجرس وفضلت واقف. فتح العجوز الباب، كان لابس بيجامة وبص ليا وخرج النضارة الطبية من جيبه وقالها: انت مين يا ابني؟ أنا أحمد يا عم، أحمد نور اللي ساكن في الدور الخامس. معلش يا ابني، حكم السن بقى. وانا راجل بقى نظري على قده. ربنا يديك الصحة. ممكن أقولك على حاجة؟ يا ابني اتفضل. شكرا لحضرتك. دخلت شقته، ما تختلفش كتير عن شقتي غير الأساس والديكورات. كان أساس شقته قديم، لكن شقته كانت نظيفة جدا وجميلة. الصليب كان على الحيطة وصورة العذراء. قعدنا في غرفة الضيوف ولقيته بيقول لي: اتفضل يا ابني. تشرب ايه؟ لا والله ولا أي حاجة. لا ازاي يا ابني، ما يصحش. البيت ده محدش دخل والا لازم يشرب حاجة. وبعدين انت بخيل ولا ايه؟ لا طبعا، خلاص أي حاجة. انا بقى عندي مانجا لسه جاية من الاسماعيلية طازة، هتشرب احلى كوباية عصير مانجا من ايد عمك مرقص. ثواني، البيت بيتك. قال لي كده ووصل للمطبخ. الراجل ده طيب قوي، أكيد هو اللي هيساعدني. دقايق ولقيته جاي وشايل الكوباية على الصينية وحطها قدامي على الترابيزة، وقعد على الكرسي اللي قدامي ولقيته بيقول لي: عامل ايه يا ابني، كويس؟ الحمد لله. كنت عايز أسألك على حاجة. طيب يا ابني اشرب العصير الاول وبعدين نتكلم. مسكت الكوباية وفرغتها في معدتي كلها بسرعة، مع اني المفروض يعني من الذوق ان انا اشربها بالراحة. بعد ما شربتها قلت له: الحمد لله، تسلم ايدك. عجبك؟ ايوه طبعا، شكرا. العفو يا ابني. ايه رأيك اجيب الغدا بقى وناكل مع بعض؟ شكلك ما اكلتش حاجة من الصبح. لا اكل ايه، الحمد لله انا شبعان. يا ابني صدقني انا اكلي حلو. اكيد، بس انا الحمد لله شبعان. اتفضل يا ابني. كنت عايز تسأل عن ايه؟ عن الشقة اللي انا مأجرها، تعرف عنها ايه؟ مش فاهمك يا ابني. حضرتك فاهمني كويس، انا عايزك تساعدني. بص يا ابني، انا راجل طول عمري في حالي، بس انت صعبان عليا.
الشقة دي يا ابني كل ما حد يأجرها ما يكملش فيها يومين ويمشي. اللي يقولك بسمع أصوات طول الليل، واللي يقولك فيها عيال بتعيط، واللي يقولك الشقة دي مسكونة، محدش عارف فيها ايه بالظبط. طب انت تعرف صاحب الشقة؟ عمرو. ايوه اعرفه، بس من بعيد لبعيد، اصلي ما كنتش بشوفه كتير. طب هو كان ساكن في الشقة دي وسابها عشان مسكونة برضو ولا ايه؟ عمرو يا ابني كان ساكن هنا هو ومراته سارة وبناتهم الاتنين، وبعد كده كان قاعد في الشقة لوحده. ولما سألناه عن البنات، لأني كنت بحبهم قوي وكانوا بينزلوا يقعدوا معايا يونسوني، قال لي إن هو وصلهم عند أهل مراته في المرج، وشوية وهو كمان ساب الشقة، وسمعت من البواب إن هو راح سكن في المرج. ومن وقتها يا ابني وأنا ما شفتوش، وعرفت إن هو طلب من سمسار يشوف له حد يأجر الشقة، بس زي ما انت عرفت محدش بيقعد فيها يومين. يعني انا مش بيتهيألي واللي بشوفه ده حقيقي. هو انت يا ابني شفت حاجة؟ طب هو عمرو ده كان قاعد في الشقة دي بقاله قد ايه؟ انا يا ابني جيت العمارة وهو كان ساكن فيها، يعني على ما اظن ان هو كان متجوز في الشقة دي. بعد ما قال الكلام ده سبته طلعت قعدت في الشقة شوية، خرجت من الأوضة للصالة، ولما خرجت لقيت بنتين بيلعبوا في الصالة وبيجروا ورا بعض. كانت كل واحدة منهم لابسة فستان أبيض وشعرهم متساب على ظهرهم ومش مربوط، كان بيطير وراهم. بنت كان عمرها حوالي 5 سنين، والتانية كانت بتجري وراها تقريبا في سن السنتين من عمرها أو ال3. بعد كده اتوقفوا عن اللعب وخرجت من الحمام. كانت نفس الست اللي بشوفها في الحمام، خرجت من الحمام ووقفت البنتين عن اللعب. بعد كده شفت وشهم نفس الوش الأبيض زي التلج، ونفس العيون السوداء، ونفس الجرح اللي في الرقبة. ال3 كانوا يشبهوا بعض لحد كبير، لولا الفرق بس اللي ما بينهم في العمر. أول ما شفت منظرهم كده اتجمدت مكاني، وأنا ببص ليهم لقيت الست دي بصت للبنتين. البنتين في الوضع ده حطوا راسهم تحت كده في الأرض واتجهوا ليها، وبعد كده دخلوا للحمام. ولفت الست ديت وقامت بصالي بعينيها السوداء. وقتها أنا ما حسيتش بحاجة، أكني مت. حاولت طبعا إن أنا أقرأ آيات من القرآن، لساني هنا عجز إن هو ينطق حرف واحد. كنت بتمت، وبعد كده اتضيرت ودخلت الحمام. بقيت على الحال ده معرفش قد إيه من الوقت، لكنها كانت فترة كبيرة. لا، أنا مش هقعد هنا دقيقة تاني، مش هقعد. رجعت للأوضة بتاعتي عشان أجمع حاجتي وأمشي من هنا. الشنطة كانت في الدولاب فوق الدولاب. مديت إيدي عشان أسحبها، لقيت حاجة وقعت على الأرض. كانت صورة فوتوغرافية جوه برواز. وطيت ومسكت الصورة. إيه ده؟ مستحيل. الصورة كان فيها نفس الست مع البنتين وراجل كان معاهم في الصورة. الأكيد إن ده عمرو ودي مراته سارة وبناته الاتنين. هما بناته سما ورنا، لكن إيه اللي حصل له؟ سمعت صوت في الصالة وكأن هناك حد بيتخانق، مش عارف الصوت جاي منين. جات لي الشجاعة ازاي معرفش، لكني لقيت نفسي اتقدمت كده ناحية الصالة عشان هشوف هناك اللي عمري في حياتي ما كنت أتخيله. وقفت عند باب الأوضة، واللي شفته مستحيل أشوفه وأنا صاحي. أشوفه وأنا نايم ماشي مفيش مشاكل، إنما وأنا صاحي ده شيء فوق الخيال. شفت عمرو ومراته بيتخانقوا، والبنتين منطويين في ركن الصالة بيبصوا لأبوهم وأمهم برعب، وكأنهم عادي، يعني الصورة دي بتحصل كل يوم. كانت سارة بتصرخ في جوزها وبتقوله: بجد أنا تعبت ومش قادرة استحمل أكتر من كده، أنت إيه؟ ارحمني. كل ده علشان بغير عليكي؟ دي مش غيرة، ده مرض نفسي، أنت مجنون. عندك حق، أنا مجنون بيكي، بس أنت عمرك ما حسيتي طول عمرك أنانية. أنا بخاف عليكي وبغير عليكي، إنما أنت كل اللي يهمك إني ما أيدش حريتك. صح ولا لأ؟ مش هو ده بس اللي يهمك؟ ابعد عني بقى، سيبني، أنا تعبت. وفجأة اتهزت الصورة وغير المشهد وكأني في فيلم. شفت الترابيزة عليها أكل، وقعد عمرو عليها لوحده، خرج إيده من جيبه
وخرج إزازة صغيرة وحط منها في كوبايات العصير ما عدا الكوباية اللي قدامه، ونادى على مراته وسارة وقال لها: انت بتعملي ايه عندك كل ده؟ يلا انا جعان. حاضر يا حبيبي، بغير للبنات الهدوم وجاية اهو. وتبدل المشهد تاني وكأني في حلم. سارة نايمة هي والبنتين على الأرض بتاعت الصالة، وعمرو واقف وفي إيده سكينة. بعد كده تبدل المشهد وكأني في حلم. سارة نايمة على أرض الصالة وجنبها البنتين، وعمرو واقف جنبه ماسك في إيده سكينة وقاعد جنبهم. بتعمل إيه يا مجنون؟ لكنه ما سمعنيش. صرخت تاني وقلت له: أنت هتذبحهم؟ ذبحهم بكل وحشية. قربت منه كأني عايزة أوقف المشهد، لكن المشهد اتبدل. الأم وجنبها البنتين ما زالوا نايمين على الأرض. كانوا نايمين على الأرض وحواليهم بركة من الدم، منظر صعب جدا. بعد كده سمعت الباب بيخبط. في الوقت ده خرج عمرو من الأوضة التانية واتجه ناحية الباب، وبعد كده بص من العين السحرية وفتح الباب. ساعتها اتفاجئت إن اللي دخل سيد البواب. دخل وبص على سارة والبنات وبص لعمرو وقال: ها يا أستاذ عمرو، هنعملوا إيه دلوقتي؟ مش عارف، لازم نخفي الجثث دي عشان نعرف ننزل بيهم من العمارة. طب والحل؟ أنا عندي ليك فكرة. إيه هي؟ أنا كنت شغال في السيراميك قبل كده، قبل ما أشتغل يعني بواب. أنت هتحكي لي قصة حياتك، خلص. إحنا هنكسر السيراميك اللي في الحمام جدار واحد بس، وهنحط الجثث مكان الرمل، وبعد كده نعمل سيراميك تاني فوق الجثث. وافرض اتفضحنا؟ وإيه اللي هيفضحنا بس؟ إحنا نحط الجثث يبيع في التلاجة، وبعد كده نشتغل، وبعدين انت شغال في شقتك، يعني محدش ليها عندك حاجة، انت حر بقى يا بيه. طيب وبعد كده قدرت تقعد في الشقة بعد كده تمام، ما قدرتش روح اقعد في اي مكان تاني. انت مش قلت ان مراتك مقطوعة من شجرة، يعني ملهاش حد هيسجل عليها، وهو اللي يسجل عليها هنقول انها والبنات راحت عند اهلها في المرج. اتبدل بعد كده المشهد واختفى الكل. سمعت الصوت جاي من الحمام. قربت من الحمام عشان أكمل باقي القصة. شفتهم هما بيحطوا الجثث التلاتة في ركن من الأركان، الركن اللي خلعوا منه السيراميك وشالوا الرمل. حطوا بعد كده الجثث طبقة، وبعد كده حطوا عليهم الرمل، وبدأ سيد البواب يحط السيراميك. وبعد كده تم تغيير المشهد واختفى الكل. الجدار اللي قدامي اهو عليه طبقة من السيراميك بتختلف عن اللون عن باقي جدار الحمام. خلف الطبقة دي سيراميك ورمل، والأم المسكينة وبناتها الاتنين اللي قتلهم جوزها بكل وحشية. لقيت نفسي دموعي عمالة تنزل بغزارة وعناية مش عارف أمسكها. حسيت بحركة وراي، لفيت عشان أتفاجأ إن سارة واقفة وبتبصلي، وكأنها بتقولي إن أنا شفت كل حاجة اللي حصل ليها وللبنات، واللي عمل كده فيها هو جوزها والبواب. كنت لسه بعيط، هزيت راسي بإن أنا شفت فعلا واتفاجئت. اختفت بعد كده من قدامي. خرجت من الحمام وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، حقكم هيرجع. لقيت نفسي بفتح باب الشقة ونزلت السلالم للدور التالت عند شقة الراجل العجوز عم مرقص. رنيت عليه الجرس واستنيت لما فتح لي الباب، ولقيته بيقول لي: أهلا يا أحمد، مالك يا واد فيه إيه؟ أنا عرفت كل حاجة، عرفت سر الشقة يا عم مرقص. سر إيه يا ابني اللي أنت عرفته؟ حكيت له كل حاجة، كل شيء أنا شفته. قلت له إن أنا شفت كذا وكذا وكذا. بعد كده قلت له إن إحنا لازم نوصل رسالة لعمرو إن هو اللي قتلهم، هو اللي ذبحهم بكل وحشية ومن غير أي شفقة ولا رحمة. العجوز فضل يسمع عليا، وبعد كده لقيته بيقول لي: أنت عايز تبلغه إن أنت عرفت؟ أيوة والله هي دي الحقيقة، هو ده اللي أنا شفته. أنا كنت بفكر إن هو مفكرني إن أنا بهلوس أو إن ده حلم. حكيت له عن اللي عمرو عمله مع بناته ومراته، وفكرت إن هو مفكرني إن أنا اخترعت القصة دي
أثبتت له لما قلت له اللي أنا بقوله ده صحيح. عشان أثبت له طلبت منه مطرقة، اتعجب مني بس جابها ليا. طلبت بقى منه إنه يطلع معايا الشقة، وافقني وطلع معايا. وطلبت منه كمان إنه ياخدني على قد عقلي ويخش معايا الحمام، وفعلا دخل. ولقيته بيقول لي اف، ايه يا ابني الريحة دي؟ رش يا اخي معطر ولا اي حاجة، كتكون قرف. وقفت قدام الحيطة اللي كنت طبعا عارف إن وراها ال3 جثث. رفعت المطرقة لفوق وبكل قوتي ضربت الحيطة، مرة في التانية في التالتة، 3 ضربات. ولقيته بيقول لي انت بتعمل ايه يا ابني؟ هتكسر السيراميك وهيروح عليك التأمين، كده نصيبة. بعد كده الضربة اللي بعدها كسرت جزء كبير من السيراميك. العجوز وقف محتار بيبصلي. بعد كده لما زلت طبقة الرمل بإيدي عثرت على أول جثة البنت من البنات اللي فيه متحللين. صرخ العجوز مرقص وقال باسم المسيح، باسم المسيح، باسم الصليب. ولقيت دموعه بدأت تنزل من عينه وتفر. مديت ايدي اسحبها من تحت طبقة الرمل، لكن العجوز صرخ وقال ان انا اسيب كل حاجة مكانها، وقال ان احنا لازم نبلغ الحكومة واني محركش اي شيء من مكانه الاول. قلت له تمام. بعد كده لقيته جري ناحية باب الشقة. كان بيجري سرعة ما تناسبش سنه ابدا، لان عارف ان هو هيكون احد الشهود في المشهد اللي انا وريتهوله. بقيت قاعد مكاني بفكر ايه اللي حصل للست دي وبناتها، وفضلت ابكي. ساعات مرت عليا بعد ما سابني الراجل العجوز ونزل، وفجأة لقيت الباب بيدق. خرجت وفتحت الباب اللي كانت المفاجأة اللي أنا منتظرها. يا ترى عارفين بقى مين اللي كان بيخبط عليا؟ كان عمرو، زوجي القتيل. ولقيته بيقول لي مساء الخير، أنا عمرو راشد صاحب الشقة. إيه، مش هتقولي اتفضل؟ اتفضل. شكرا. دخل الشقة وأخد بعضه وقعد. فضل يبص حواليه كتير وعلى حيطان وكأنه كده بيتمعن في الأشياء. شكرت ربنا إن الستارة الموجودة على الطرقة اللي بتودي للحمام بتخفي اللي جوه الحمام. ولقيت نفسي بقوله اتفضل. لقيته بيقول لي الشقة زي ما هي متغيرتش. ايه بتبص لها كده ليه؟ تشرب ايه؟ شاي سكر زيادة. تمام. دخلت المطبخ وحطيت الشاي على النار. اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. فضلت كده كتير اكلم نفسي، طب اكلم الحكومة؟ اخدت الشاي وخرجت للصالة. لما خرجت ما لقيتوش واقف في مكانه، كان ظهره ليا ولقيته ماسك في ايده حاجة. لما لف لقيت اللي في ايده الصورة اللي بتجمعه هو ومراته وبناته الاتنين. انا كنت نسيتها على الارض في الصالة. نظراته ليا كانت غريبة. لقيت نفسي بقوله اتفضل الشاي حضرتك. شكرا. انت لقيت الصورة دي فين؟ اصلي كنت بدور عليها. الصورة دي لقيتها على الدولاب من فوق، كنت هديها للبواب عشان يبعتها لك. دي مراتك وبناتك صح؟ ايوه. ربنا يخليهم لك، هم بخير؟ ايوه. نتكلم بقى في الموضوع اللي انا جاي عشانه. البواب قال لي انك عايز تسيب الشقة وانك قلت له انك هتبلغ عني لو ما رجعتش الايجار والتأمين، وانا جاي النهاردة عشان اتفاهم معاك واشوف انت عايز ايه. ايه مالك؟ قتلتهم ليه؟ قتلت مين؟ مراتك وبناتك. انت مجنون يا ابني انت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عرفت كل حاجة. عرفت انك حطيت المنوم في العصير ليهم، وانك ذبحتهم بدم بارد ودفنتهم في الحمام بمساعدة البواب. انت جيت هنا دلوقتي عشان خفت سرك ينكشف صح؟ انت عرفت الكلام ده ازاي؟ ومين اللي قالك؟ هو ده اللي يهمك؟ عرفت ازاي؟ انت ايه، مش بني ادم؟ انت شيطان ومجرم حيوان. ايوه انا قتلتهم. كانت خاينة، كنت شاكك فيها من الاول. دول مش بناتي اصلا، دول بنات عشيقها. كانت ضحكة عليا السنين دي كلها ومفهماني ان دول بناتي، كانت تستحق الموت 1000 مرة. خاينة. انا اللي لمتها من الشارع بعد ما لمتها ما كانش لها حد، وفي الاخر تخني.
طب والبنات ذنبهم ايه؟ عملوا لك ايه؟ دي طبعا لو هي خاينة يعني زي ما بتقول، ذنبهم ان هي امهم، وانها ضحكت عليا وفهمتني انهم بناتي. كان لازم يموتوا كلهم، كان لازم. وانت كمان، انت كمان لازم تموت، لازم تموت. لانك عرفت السر. رجعت لورا ولقيت نفسي بمسك بايدي مطوة. لقيته خرج سكينة من جيبه وبيتقدم ناحيتي، ولقيته بيقول لي لازم تموت. وانا برجع لورا اتصدمت في الحيطة وراي، ما بقتش عارفة اروح فين. فضلت اصوت بصوت عالي. فجأة وانا بصوت باب الشقة انكسر ودخل الضابط مسك في ايده السلاح. وقفت مكاني ما اتحركتش، وهو رمى السلاح اللي في ايده على الارض. وقف عمرو مذهول بيبصلي وبيبص للشرطة اللي جات له بقت وراه من كل مكان. لقيت عمي مرقص واقف مش عارف يعمل ايه. هي دي النهاية، لما فر من العقاب. لكن بدل من انه يرمي السلاح اللي كان في ايده طعن نفسه بيها بسرعة. اتحركت الشرطة عشان تحاول انها تعمل شيء. صرخ الضابط وقال اسعاف، حد يطلب الاسعاف بسرعة. وقفت مش عارف اعمل ايه، بقيت عمالة ابصله. لقيت عمرو بيبص ناحية الحمام وكأن هناك حد واقف عند الحمام بيبصله. بعد كده نزلت من عينه دموع وقفلها. بعد وقت طويل خبر في الجرايد وفي الصحف عن اكتشاف جريمة قتل بشعة بمساعدة طالب. كل الصحف اتحدثت عن الجريمة وإن القاتل قتل نفسه عند القبض عليه، وتم القبض على سيد البواب وتم استجوابه والتحقيق معاه. وإزاي عرفت بالأمر؟ قعدت فترة كبيرة بيتم التحقيق معايا فيها، لأن الشرطة مصدقتش أنا عرفت إزاي. هو كان الكلام مطابق لكلام البواب، وده اللي خلاهم يتعجبوا. طبعا مصدقوش إن أرواح الموتى ممكن إنها تتواصل مع أي حد. طبعا العم مرقس هو الوحيد اللي كان مصدقني. بعد فترة تم إخلاء سبيلي بعد ما اتحقق معايا، وعرفوا إن أنا ماليش أي علاقة وإني مجرد شاهد على جريمة القتل. رجعت البلد بتاعتنا، وفي السنة التانية رجعت القاهرة تاني. بس ما خبيش عليكم، في شقة تانية بقى، ما هي الحكاية مش ناقصة عفريت. وتعرفت بقى على ناس جديدة، والحمد لله خلصت دراستي وخدت شهادتي ورجعت بلدنا تاني. لحد هنا وصلنا مع بعض لنهاية قصة النهاردة. القصة للكاتب شامي السوري، هو كاتب سوري بصراحة ممتاز، كاتب القصة بطريقة جميلة جدا. كل الشكر والتحية ليه. ما تنسوش بقى تدعموا الحلقة بتاعت النهاردة والقناة بلايك وكومنت وشير. ويا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة وعجبكم المحتوى ما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل مع الاشتراك طبعا. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين.